أهلا بيكم. علشان نحول صديقنا من الشكل ده للشكل ده كان عندنا رحلة. الرحلة دي ما كنتش مضطر تسافر بره مصر وتروح تركيا علشان تعملها، وده لأننا في مركز DHC بنقدم لك أفضل جودة بأعلى كفاءة ممكنة، مش مضطر معاها تروح مكان تاني. بنقدر نقدم لكم خدمة طبية بجودة عالية جدا مع أكفأ وأمهر الأطباء المتخصصين في علاج وزراعة الشعر. عندنا جودة وتقنيات حديثة زي أي مكان في العالم، وأدوات زي أي مكان في العالم، لكن المهارة الطبية اللي بتتمثل في الإيد مش موجودة في أي مكان في العالم. إيه هو التميز في زراعة الشعر؟ التميز في زراعة الشعر هو إن أنت تقدر تتعامل مع الحالات الصعبة، مش الحالات البسيطة، الحالات اللي كانت مرفوضة من أماكن كتير ومحدش كان قد إنه يخوض معاها التحدي وإنه يقرر إنه يزرع لها شعر. كمثال، ده شكل صديقنا. منطقته المنحى ضعيفة جدا، درجة الصلع زي ما احنا شايفين كبيرة جدا، لكن الحمد لله بسبب الحرفية العالية والإتقان في شغلنا قدرنا إن احنا نزرع له عدد كبير من الجرافتات في مرحلة واحدة بعد الاستعانة طبعا بجرافتات الدقن. مثال تاني لصديقنا ده اللي كان جاي لي قال لي يا دكتور أنا زارع في تركيا ودي نتيجة الزراعة بتاعتي، هل انتوا شايفين إن دي نتيجة مرضية؟ أكيد الجواب عندكم. ده شكل منطقته المنحى بعد الزراعة في تركيا. ايه رأيكم في النتيجة؟ ايه رأيكم في الاختطاف الجائر اللي باين على المنطقة المنحى زي ما احنا شايفين؟ هل دي النتيجة اللي اي حد بيقرر يزرع شعره عاوز ياخدها؟ بالعكس، لكن في النهاية خالص صديقنا ده بعد ما اتبعنا معاه بروتوكول علاجي كويس تحول للشكل ده، وقدرنا الحمد لله بفضل ربنا ان احنا نعمل له عملية زراعة فيها اصلاح لما تم افساده، وقدرنا ان احنا نجيب عدد اكبر من اللي جابه في المرحلة الاولى في تركيا وبجودة افضل، وان شاء الله تكون نتيجته سعيده باذن الله تعالى. في النهايه، الفن في زراعه الشعر هو التعامل مع الحالات الصعبه مش الحالات السهله، وانك تقدر بامكانيات بسيطه تطلع لوحه فنيه.